الأعرابي سألوه، قالوا له مات ابنك، قال لهم عظم أجري، يعني أنا أصبر ويعظم أجري عند الله. قالوا له ماتت زوجتك، قالوا له جدد فراش، يعني فيني الزوج، يعني الولد في ينجب غيره، الزوجة في يتزوج. لما قالوا له فقدت أخاك، قال كسر ظهري. كانوا يعيشون على أمل كاذب، يعني خلص هو موجود، هو عايش، راح يطلع عن قريب، لحد لحظة السقوط هم عايشين على هذا الأمل الكاذب يعني. مرحبا، أهلا وسهلا. شو هو أصعب شي مرقت فيه بحياتك؟ أصعب موقف هو فقدان الأخ. هو الأخ الأصغر مني كان عسكري، بعدين انشق، تم فترة بالبيت، تزوج، صار عنده بنتين، قرر يسافر برات البلد، لكن اختار الطريق الغلط اللي هو انه بده يأتي عن طريق دمشق للبنان. كان بإمكانه يطلع عن طريق تركيا أو غير اتجاه يعني، لكن هو قرر انه يطلع عن طريق دمشق إلى لبنان. شو كان عم بيصير معه حتى قرر إنه ينشق؟ أكيد يعني مثل أي شاب يعني تعرض لمضايقات كثيرة، شاف الوضع بالبلد إنه بالمكان اللي هو الغلط، يعني يدافع عن شيء إجرام، يعني عم يشوف ناس تتقتل بدون ذنب، فقرر إنه مثل أي ناس يعني تنسحب من هذا المكان يعني. طبعا نجح بالخطة وتم وصل على البيت، لكن بعد فترة قرر إنه يطلع برات البلد، يترك البلد خالص يعني. لكن أثناء محاولته الخروج إلى لبنان، على الجمارك السورية تعرف عليه شخص كان يخدم معه بالجيش، فتم تنزيله. هين لما نزلوه يعني الآن ما عاد في إنكار إنه هو كان طالع بهوية لغير اسم، يعني على اسم ثاني، يعني مش مزور هوية؟ هوية أخوه، لأنه ما عنده، هو بالأساس عسكري يعني ما هو عنده هوية أصلاً. إيه، فلكن هذا العسكري اللي كان يخدم معه وتعرف عليه انه هذا كان معي في الجيش ونزلوه. طبعا هي مي الجرم العظيم يعني بالنسبه كانسان منشق، ما عنده يعني، كثير ناس انشغت وانمسكت وبعدين توقف وبعدين طلع، لكن هو تم توجيه تهم كثيره عليه، انه كونه خاصه من ابناء المنطقه الشرقيه، احنا خط احمر يعني، لازم كنا مجرمين، ارهاب نظر النظام البائد، فاتهام كثيره يعني، مهاجمه حواجز عسكريه، قتل ضباط، ما بعرف شو يعني. طبعا تحت الإكراه بدك توقع على هذا الشيء يعني. حولوه من الجمارك على الأمن الجنائي، الأمن الجنائي سلموا للجوية، بعدين تحول على صيدناية. حاولت كثير إني توصل الوساطات، طبعا كله بالمادة يعني. زرته 3 مرات، آخر بصيدناية. أثناء الزيارة ما في يحكي، لأنه هو عبارة عن وقت قصير، مدة 10 دقائق أو أقل. كان عسكري عن يمينه وعسكري عن شماله، ما في يحكي شيء، نظره بالأرض، بس إنه كيفك، كيف صحتك، ما في يحكي أكثر من هيك، ولا أنا فيني أحكي شيء. نظره بالأرض. ما كان أبداً يطلع أبداً فيه؟ ما كان في حرية إنه يحكي أو يسأل، يعني مجرد إنه كانت معي والدتي اللي بس كيفك، كيف صحتك. وقت كنت عم تزوره فرقته؟ أكيد فرقت مع أحوال كتير يعني. صحية إنسان بالسجن يعني تحت التعذيب، كيف بده يكون حاله يعني. يعني كان، يعني ما كنت أتأمل إنه أكون أشوفه بهذا المنظر، ما تحملت، أنا انسحبت. حاولت إنه أعمل وساطات يعني، حتى يعني أرض عندي بعتها في سبيل أعمل يعني وساطة، طبعا بالمادة. كانوا يعيشون على أمل كاذب يعني، إنه خلص هو موجود، هو عايش، راح يطلع عن قريب، لحد لحظة السقوط هم عايشين على هذا الأمل الكاذب يعني. في محامية أخذت مني أكثر من $1000، أنا كنت ببيروت قبل أنزل، فكانت على أساس إنه يتم تحويله على سجن مدني أو هيك، فاتفقنا إنه المبلغ $10,000، دفعة أولى 5 عرض طلعة، فما حصلت يعني، ما حسنت تسوي شيء، فأخذت مني شيء مبلغ حوالي $1000، بس إنه ذكرت لي إنه هو بالفرع الفلاني، وطلع الحكي كذب طبعا. $1000 بس، هاي الكلمة يعني. $1000 بس كرمال تقلك هو وين؟ قالت لي إياها، الله لا يرحمها، طبعا هي توفت يعني بحادث سير، والله لا يرحمها، الله راحت يعني. أنا أشكيها لرب العالمين، لأنه كان طريقة نصب يعني. يعني الأعرابي سألوه، قالوا له مات ابنك، قال لهم عظم أجري، يعني أنا أصبر ويعظم أجري عند الله. قالوا له ماتت زوجتك، قالوا له جدد فراش، يعني فيني الزوج، يعني الولد في ينجب غيره، الزوجة في يتزوج. لما قالوا له فقدت أخاك، قال كسر ظهري. فأنا انكسر ظهري يعني. الأدهى من هيك إنه في شيء يذكرني فيه دائما، اللي هم أولاده. شو بدي أحكي يعني. كيف وصلك خبر وفاته؟
خبر وفاته إنه طلعوا شباب من عنده. طبعًا طلعوا في ناس أثناء السقوط يوم السقوط فخبروني. طبعًا كان واحد منهم الشباب من درعا يحكي مع مذيع مثل حضرتك إنه تسأله شو صار، شو شفت، تعرف أحد؟ فذكر من بيناتهم أشخاص من ضيعتي أنا. فأنا حاولت بطريقة ما إني فوصلت لهذا الشاب عن طريق الواتس، حكيت معه، فسألته فقال لي هذا الشخص كان معي بنفس المكان، وهذا الزلمة تم تصفيته من ال21 يعني. قال إحنا بس مجرد إنه قالوا جنزير على قولة المساجين، يعني خلاص هذول على تنفيذ الحكم إعدام، يعني ما في مجال. وقت سمعت هذا الكلام خبرني كيف كان إحساسك؟ إحساس شو يعني؟ قلت لك أكثر من كسر الظهر ما في، يعني اللي هو الأخ سند الظهر يعني. اللي خلف ما مات وأنت كمان أب تاني لأولاد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. أشكركم على حسن استماعكم، إن قدرتوا تسمعوا لي للآخر يعني. ولو إني كنت ما بدي أحكي لأنه قصة بقلبي، لكن هيك يمكن أفضفض شوي يعني أحكي، عسى غيري يسمع. لأنه أنا لما أشوف هاي قصتي، لما أشوف ناس في فاقدة 2 و3 من أولادها، يعني أقول أنا الحمد لله إنه أنا أهون، يعني عندي أمل أكبر، يعني عايش إن أولاده موجودين فيهم إن شاء الله نتأمل فيهم الخير. في ناس ما تعرف يعني راحت العيلة كاملة يعني، فالحمد لله على كل حال. شكرا لك.